من كام يوم طلع علينا عفت نصار تطاول على النادي الاهلي وقال ان فلوسه حرام، وانا عملت فيديو رديت عليه وبينت له فلوس الاوقاف اللي الزمالك بلعها، وبينت له مين اللي فلوسه حرام، والفيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف. مفيش كام يوم والزمالك يأبى الا انه يتحفنا زي العاده. امبارح يصدر بيان رسمي من مجلس الاداره بقبول تبرعات من مستشفى الناس لنادي الزمالك. مستشفى الناس اللي قايمه على التبرعات اساسا بتتبرع لنادي الزمالك. يا غرع انت قول كلام غير ده. تبرعات اللي بيقتطعها المصريين من رواتبهم بتكون اما زكاه او صدقات لعلاج المرضى غير القادرين. الواحد اللي راتبه 3000 جنيه بيقتطع منه جزء برغم الظروف الصعبة اللي احنا فيها عشان يساعد بيها كصدقة أو زكاة مال لعلاج غير القادر. يوم القائمين على المستشفى مشكورين يتبرعوا بمبلغ التبرعات اللي جمعوه لعلاج المرضى، يتبرعوا به لتحسين أحوال الأعضاء العاملين في نادي الزمالك. يا نهار اسود يا نهار اسود. طبعا نادي الزمالك ليس مصرف من مصارف الزكاة ولا تجوز عليه الصدقة. ففين وزارة الرياضة، فين وزارة الشؤون الاجتماعية اللي المفروض ان بتخضع عليها المستشفى الخيري؟ فين هم من الكلام ده؟ يعني حضرتك تقتطع من راتبك ابو 3000 جنيه تقتطع منه جزء علشان تساعد في تحسين أحوال واحد راتبه الشهري يقارب 3 مليون جنيه. الزمالك دايما يأبى إلا إن هو يتحفنا. هيطلع لي واحد زملكاوي يقول لي إن المستشفى قايمة على تبرعات ممدوح عباس وابنه، ولنفترض إن المال كله التبرعات لممدوح عباس وابنه. طيب ليه مش بيتبرع لنادي الزمالك من فلوس تانية بطريق مباشر؟ ليه ما بيوديش الفلوس دي على طول ويسيب المستشفى؟ برغم ان المستشفى فيها اموال ناس تانية كمان متبرعين بها للعلاج. الاخر ترجعوا تقولوا الاهلي فلوسه حرام. والله بتأبوا الا ان انتوا تتحفونا. كل ما نقول جبنا الاخر تقولوا لنا لا لسه في اخر تاني. انا بستعمل يعني تعبير مهذب شوية في موضوع الاخر ده. وبعدين معاكم فلوس الاوقاف اللي هي مصرف من مصارف الخير كمان انتوا واكلينها، الا كمان فلوس التبرعات. انتوا كده هتخوفوا الناس انها تتبرع لاي مستشفيات، هتوقفوا حال المستشفيات كلها ان كانت 57 ولا غيره. الناس هتقول لك لا انا مش هتبرع، ما هو فلوسي بتروح للمليونيرات تتصرف عليها. واحد عامل عضويه ب50,000 في النادي تاخد تبرعات الناس عشان تحسن له جودة الخدمة، ولا تعمل له ترابيزة ولا كرسي يليق بسعادته، ولا تساعد بالفلوس في انك تدفع رواتب لاعبين؟ فين الجهات الرقابية؟ فين الجهات الرقابية من الكلام ده؟ مستني ردود الزملكاوية اللي عارف انهم زي العادة يطلعوا يبرروا. اما شوف تبريراتكم هتكون ايه المرة دي. ونتقابل في عفوا في اللفظ يعني فضيحة تانية من فضايحكم ان شاء الله.